السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا اللي بيسمعونا، النهاردة هنقول حكاية قصة عن فنان كنا بنحبه، هو الفنان علاء ولي الدين. شفناه في فيلم الناظر وعبود على الحدود ومسرحيات كتير جدا، وسبحان الله يعني ربنا رزقه القبول وخفة الدم، والناس كلها كانت بتحبه لله في لله. واحنا النهاردة بنحاول نرد على بعض الأسئلة، إن في ناس فعلا بتسألني بجد: ليه شاغل نفسك بالموت؟ وليه شاغل نفسك بمراء الطبيعة؟ وليه شاغل نفسك بالأحلام؟ التفكير في الموت بيحل لك مشاكل كتير جدا. الإنسان لو عرف إن هو هيشوف إيه بعد ما يموت هيستريح، هتكون عليه مصايب الدنيا ويبقى عنده روح معنوية كويسة. أما النهاردة فبنحكي عن الفنان علاء ولي الدين اللي اتولد في المنيا، شغال بالفن، وسبحان الله يعني قبل ما يموت شاف حلم، عرف إن هو هيموت. فتخيل إن إنسان شاف رؤية وراح يسأل وأصر على الشيخ إن الشيخ يفسرها له. ففي أحلام الشيخ ممكن ما يرضاش يفسرها، ما تلحش أنت عليه، لأن لما تتفسر هتقع. فالفنان علاء ولي الدين النهارده هو ضيف الحلقة النهارده إن شاء الله معانا، وهنسمع قصته في الأحلام اللي شافها قبل ما يموت، يمكن ب3 أسابيع بالظبط. وطبعا الفنان علاء ولي الدين متعنا بأفلام كتير جدا، بس يعني من سنة 2003 بقى بدأ يجاله عرض بطولة في فيلم اسمه العربي تعريفة، وكان فيه أغلب مشاهده في البرازيل. فعلاء مرسي، الفنان علاء مرسي، بيحكي في برنامج جه من زمان مع لميس الحديدي إن علاء ولي الدين في 2003 قبل ما يسافر البرازيل بأسبوعين شاف حلم، شاف رؤية إنه واقف في صحراء كبيرة والدنيا ليل، مفيش قمر في السماء، وإن هو لوحده، وإنه ماسك عصاية. عرف في الحلم إنها عصا سيدنا سليمان. ماشي. الغريب ان كان في العصا دي فيها سوس ودود بياكل في العصاية. فصحي من النوم علاء ولي الدين مرعوب جدا من الحلم، انه فهم ان الحلم ده فيه حاجة غلط. هيبدأ يسأل الشيخ سيد حمدي، والشيخ سيد حمدي كان بيجي زمان للناس الكبيرة في السن، من سني او اصغر مني بشوية، على قناة دريم او المحور، بيفسر احلام في سنة مثلا 2000 2006 2007. في السنوات دي كان فجأة اختفى الشيخ سيد حمدي، فجأة اختفى توفاه الله يعني. فاتصل علاء ولي الدين بالشيخ سيد حمدي وقال له: يا شيخ سيد، انا شفت حلم كذا كذا كذا. فالشيخ قال له: خيرا ان شاء الله، وما رضاش يفسره. حس علاء ولي الدين ان في قلق، يعني ما اطمنش الرد الشيخ. عدى اسبوع، في نفس الليله حلم تاني. علاء ولي الدين حلم تاني انه واقف في صحراء، بس المره دي ظلمتها اشد، ضلمه قوي، مفيش نجوم، مفيش قمر، وبرضه معاه عصاية سيدنا سليمان، والسوس والنمل أكلوا مساحة كبيرة جدا من العصاية. طبعا اتخض علاء ولي الدين وصحي من النوم مخضوض مرعوب، حاسس ان في حاجة غلط، حاسس ان في رسالة في الرؤية ديت غلط او حاجة محزنة. فاتصل بالشيخ سيد حمدي. الشيخ سيد حمدي قال له: يا استاذ علاء اطمن، ده في شوية مشاكل وشوية كرب، فربنا عديها على خير، ولأن ربنا عديها على خير وكده. كأن الشيخ مش عاوز يفسرها لعلاء ولي الدين. وأكيد بعضكم ممكن يفهم ايه علاقة عصا سيدنا سليمان بالحلم والصحراء والظلام وعدم وجود قمر وعدم وجود نجوم. يعني الحاجات دي كلها دارت في دماغ الفنان علاء ولي الدين، بقى خايف اكتر، لغاية ما جاله عقد سفر عشان يمثل فيلم العربي تعريفة في البرازيل. هو بدأ علاء ولي الدين يقرب من ربنا اكتر، بدأ يصلي، بدأ يقرأ القرآن، بدأ يذكر ربنا. فسافر مع فريق التمثيل عشان يمثلوا الفيلم، مناظر الفيلم اللي في البرازيل اللي العربي تعريفة. سافر علاء في البرازيل وقعدوا يمثلوا مشاهد من الفيلم. يعني عدى اسبوع، برضه في نفس الليلة اللي متعود علاء يشوف فيها الحلم، شاف الحلم للمرة التالتة، بس في فرق. شاف انه برضه واقف في الصحراء ضلمة جدا اشد، مفيش نجوم، مفيش قمر. الجديد بقى ان شاف ان عصا سيدنا سليمان اللي كانت في ايده في كل مرة اتاكلت خالص. فاكيد صحي من النوم مرعوب علاء ولي الدين، واتصل بالشيخ سيد حمدي قال له: من لو سمحت بقى فسر لي الحلم، انا تعبت، قول لي. 3 مرات اشوف نفس الحلم ده. فالشيخ سيد
قال خلاص بقى هقول لك، اللي انت شفته ده مش كويس، حظك يا علاء من الدنيا قرب يخلص. قال له يعني انا هموت؟ قال له حلمك بيقول كده يا علاء. اسودت الدنيا في نظر علاء. تخيل انت بقالك 3 ايام 3 اسابيع بتشوف كل اسبوع حلم، والشيخ في اول مرة مش عايز يفسره، والتانية مش عايز يفسره، والتالتة مش عايز يفسره. هتقولي علاقة العصا سيدنا سليمان بعلاء. عصا سيدنا سليمان هي الدليل الوحيد اللي عرف الجن ان سيدنا سليمان مات. كأن امر موت سيدنا سليمان فضل خفي على الانس والجن لغاية ما السوس اكلت العصاية اللي كان متكئ عليها سيدنا سليمان عليه السلام، فوقع على الارض، فعرفت الجن ان سيدنا سليمان مات. فكأن امر وفاة علاء ولي الدين في الحلم، يعني ما هو الاحلام بتيجي بالرموز، خفي. هيتحقق امتى؟ هيخرج للنور امتى؟ العالم بتاعنا امتى؟ لما العصاية تخلص. فالشيخ فهمها كده، الله يرحمه الشيخ سيد حمدي، كان مفسر عظيم جدا، هو اللي فسر حلم سعاد نصر. قال لها انت هتعملي عملية خطيرة وهتموتي في 2007، وفعلا مات 2007. وشاف احلام كتير جدا يعني لفنانين كتير، وكان بيجي في التلفزيون، انا كنت بشوفه زمان الله يرحمه يعني. فكده علاء عنده مشكلة. تخيل انت لما يتنقل له خبر وفاته، هو لسه شاب لم يتزوج بعد وما خلصش الفيلم، والشيخ قال له علاء احنا في ايام مفترجة، فاضل كام يوم على العيد الكبير، فربنا يوفقك قد ما تقدر، اعمل خير. بدأ علي ولي الدين قعد يومين في البرازيل بعد الحلم دوت. اتصل بزميله وحبيبه زي ما قلنا علاء مرسي، وعرفه انه بدأ يصلي وبدأ يقرأ القرآن وبدأ يذكر ربنا في اماكن مختلفة. حتى الفنانة اللي كانت معاه في الفيلم ناسي اسمها بصراحة، يعني كانت بتقول ان علاء ولي الدين في فيلم العربي تعريفة ده اللي اتلغى او اتوقف، ان هو كان بياخدنا ونخش مثلا مناطق غابات او احراش، ويقول لنا تعالى نذكر ربنا شوية في مكان جديد. فشوف ربنا وفقه لان هو ذكر الله في اماكن ما فيهاش بشر. واتصل باخوه وقال له جهز لي الذبيحة. ورجع علاء مصر اول يوم عيد الاضحى فجر، صلى العيد. اخوه خالد قال له احنا جهزنا لك الشقه اللي انت هتتجوز فيها يا علاء. قال له تعبت نفسك ليه يا خالد؟ انا اصلا مش هخشها. طبعا خالد ما خدش في دماغه يعني. وبدأوا يذبحوا الاضحيه بتاعتهم، وذبح الاضحيه، وزع اللحمه على الناس، وقال للحاجه نفسك في حاجه تانية يا حاجه؟ قالت له لا يا ابن الله مبسوطه. قالت له مبسوطه اللي همه يعني. لا طب انا هنام ساعه عبال ما يجوا بيصحوني. وطبعا قال لها يا حاجه بيصحيني لما اخويا خالد واسماعيل يجوا. دخل الاوضه بتاعته، فجاه معتز اخوه الصغير حس ان حاجه بتقع في الغرفه، دخل يبص على اخوه، لا اخوه مات زي الحلم بالظبط. ما قال عصايه بتاع سيدنا سليمان اللي كان متكئ عليها سيدنا سليمان اول ما اتاكلت وقع في نفس وفاة علاء ولي الدين. هو دخل الغرفة وقع فجأة على الأرض، الدكاترة قالوا سكتة دماغية. وكانت مصادمة كبيرة جدا لكل الفنانين إن علاء ولي الدين أطيب فنان وأخف دم في الفنانين وقلب أبيض جدا يموت في يوم عيد الأضحى. لدرجة إن الفنان حسن حسني اللي كان مرافقه في فيلم الناظر وكذا فيلم جاله اكتئاب. الناس كلها زعلت جدا على وفاة هذا الفنان، حتى الناس اللي ما شافتوش. وبعدها بمدة اخوه خالد هو ومراته ماتوا في حادثة. وبعدين بمدة ام علاء ولي الدين بقى كانت مريضة في المستشفى. قبل ما تموت كانت في غرفة المستشفى في تلفزيون في الغرفة، هما فتح لها تلفزيون التسلية. هي بدأت تشاور تقول له علاء في التلفزيون اهو علاء بيتجوز، وكأنها كانت رسالة بشرة خير من علاء لأمه. وتوفت بعده. وسبحان الله جم بعد 18 سنة أخوه معتز ينقل جثة علاء من مدينة نصر للسيدة، بيقول في برامج تلفزيونية مسجلة بصوته إنني لقيت علاء زي ما هو، جسمه زي ما هو زي بالظبط ما دفنته، كأني دفنه امبارح بالظبط. وديت مبشرات كويسة، لأن الإنسان اللي قلبه طيب
ربنا بيهديه لحسن الخاتمة. نتعلم من القصة ان الانسان لما يكون قلبه طيب، مش حاقد ولا حاسد ولا بيكره حد، ويتمنى الخير لكل الناس، هتجيله لحظة فارقة ان ربنا ممكن يهديك في ثانية، يرمي لك دليل، يقدم لك رؤية عشان تعمل حسن الخاتمة. فان شاء الله النهارده في يوم جمعة، ربنا عز وجل ان شاء الله ندعوه ان يرزقنا حسن الخاتمة. وقبل ده كله بوصيكم تصلوا ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلها جمعة مباركة طيبة علينا وعلى كل من سمعنا، ونسألكم الدعاء لموتى المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.